القصة هذه حدثت الله أعلم في الثمانينات هجرية. هذا مواطن سعودي من إحدى القبائل ضاقت به سبل الرزق، سافر الرجل هذا إلى دولة قطر الشقيقة. كان ذاك الوقت حكومة قطر توظف من جاها في الجيش القطري ويحتاجون من عدة جنسيات. يا سلام. فالرجل هذا راح واشتغل في قطر واخذ له السنين، وبعدين رجع للسعودية وتزوج ورجع بزوجته لقطر، وارزقها الله سبحانه وتعالى بولد، واخذ له سنين في قطر، وبعدين بعد سنوات رزقه الله بالولد الثاني، فذريته كلهم اثنين. بعدين يوم كبر بالسن رجع للسعودية مع زوجته وولديه، وجاء في المنطقة الشرقية في محافظة الأحساء مدينة الهفوف، وبدأ يتسبب ويشتغل. كبر به السن ونهاية الإنسان الموت فمات. المشكلة والمعضلة اللي واجهت زوجته وعيالها الاثنين أن لا ترك لهم رأس مال ولا ترك لهم تقاعد، ما عنده شيء لا جود، مسكين. والفقير هو اللي ما يجد قوت يومه، والمسكين يعمل ولكن يجيه دخل ضعيف ما يكفي أغراضه المعيشية. فهذا كان حال الأسرة. الجبر في المنطقة الشرقية وفي الحسا خاصة معروفين بالثراء، وابن جبر كان رجل معروف بأعمال الخير والبر، فبنى مجمع خيري سكني كان يسكن فيه الأرامل والأيتام والمطلقات والمحتاجين. فقدمت عليه المرأة هذه وعيالها الاثنين وعطاهم سكن في المجمع الخيري السكني تبعه ابن جبر، جزاه الله خير وكثر الله امثاله. الله يجزاه خير. فالآن مشكلة السكن انتهت عند المرأة هذه وعيالها الاثنين، بقت مشكلة الأكل والشرب والمعيشة. الولد الكبير قال لأخوه الصغير حنا نكفيك، لأن الصغير كان جيد في الدراسة، وذاك الوقت وصل مرحلة الثالث ثانوي. سلام. وكان الأخ الكبير ما درس، ما توفق في الدراسة، فكان عنده أمل وطموح في أخوه الصغير هذا أنه يكمل الثانوي ويدخل الكلية العسكرية ويتخرج ضابط، أو يكمل الدراسة الجامعية ويتخرج مهندس أو طبيب. وأيضا الحلم والأمل هذا كان عند أمهم، وحاط الابن الكبير والأم النظرة والأمل في الأخ الصغير هذا أنه يصير له وضعه الطيب في المجتمع، وأنه يشتاق أخوه وأمه. فهذا الوضع العام اضطر الأخ الكبير والأم أنهم يبيعون شاهي. فكان إذا جاء بعد العصر عند الأخ الكبير سيارة قديمة يمكن هايلوكس، فياخذ أمه وياخذ المعدات ويروح جنب منتزه في الهفوف عليه القدم وعليه الناس، وينزل أمه وينزل الطاولة والبراريد واسطوانة الغاز ومعدات الشاي، وهو يروح في مكان آخر. فكان هو وأمه يبيعون الشاي حتى يعيشون. يا سلام. عمل شريف. يقول الأخ الأكبر أنا ذاك اليوم بالليل يقول جالس ولا أدري إلا يوم جاني اتصال الجوال من أخوي الصغير، هلا كل ما عمرك كلمني. قال أخوي، قلت نعم. قال تعرف ولد جارنا فلان؟ يقول ولد في آخر الشارع في العشرينات من عمره، يقول بينه وبين أخوي مشاكل والنفوس فيها ما فيها، وقد تضارب الولد هذا ولد الجيران مع أخوي وانتهت. قلت ايوه. قال اليوم احنا نلعب الكورة العصر، جاء وتحرش بي وصار بيننا كلام وضربته. الأخ الكبير يقول أخوي الله عطاه بسطة في الجسم وعضلات ورياضي، وضرب ابن الجيران العشرينات هذا. قال طيب أنت وينك الحين؟ قال أنا موقف في قسم الشرطة. قال أنا جايك. قال وارجع أشيل أغراضي طاولتي ومعداتي والبسطة اللي عندي وأحطها في السيارة. جيت القسم الشرطة وقابلت الضابط، سلام أنا أخو فلان وش الموضوع؟ قال أخوك ضارب ولد الجيران مكسر له أسنانه عليه وضاربه ضرب ما هو طيب ومنفخ وجهه، والتقرير توه جاني من المستشفى كدمات وأسنانه. قال طيب الحين وش الحل؟ قال بكرة. الحين قال أخوك اعترف وعيال الجيران شهدوا عليه وتقرير المستشفى جانا للمضروب، فأركان القضية هذه عندي مكتملة في الملف. يا سلام. وبكرة برسلها للنيابة العامة. قلت ايوه. قالوا من النيابة العامة بتحول للشرع، وترى أخوك بياكل فيها سجن من 3 شهور وفوق، وتسجل عليه في ملفه الأمني، لا عاد يتوظف ولا عاد عسكرية ولا يقول يوم قالها يوم الدنيا دارت بي، يقول ما عاد أشوف. قلت طيب والحل؟ قال ما في إلا حل واحد، يتنازلون المضروب ولا أبوه. ترى أبوه جانا وزعلان ومعصب. يقول الولد المضروب أنا أعرفه شرس وما فيه طب
وخفت اني اروح للمستشفى ما يقدرني. يقول فكرت قلت للضابط وش تقدر تساعدنا؟ قال شوف يا ولد الحلال، حنا يا الشرطة ما لنا مصلحة نعقد الأمور، لا ندور إلا الصلح بين الناس، ولا أعطتنا الحكومة هالمناصب وهالرتب إلا للإصلاح ذات البين، ولا لنا مصلحة أن أخوك يقعد عندنا في السجن ونرسل بعسكري للنيابة وروحات وجيات. اصلحوا مع خصومكم وأنا أنهي الموضوع. يا سلام. قال طيب. قال شف، يقول شرحت له وضعنا أنا وأمي وحالة أبونا وما عندنا شيء، وإن أملنا في الله في ذم هالولد، وعلمته أن نتائجه جيدة في الثانوي ولا نبغى مستقبله يضيع. قال عشان كلامك وعشان وضعكم أنا بأخر الملف، أنا كنت برسله بكرة الساعة 9 الصبح، لا مني سلمت للنيابة والراح للنيابة انتهى. قال طيب. قال أنا بأخره عشانك والوجه الله سبحانه وتعالى إلى بعد الظهر، ترى الوجه من الوجه أبيض إلى بعد الظهر، إذا ما جبتوا لي التنازل برسله للنيابة، وإذا راح النيابة انتهى. قال واطلع من قسم الشرطة ما أدري وين أروح. قال وجي لأمي في بسطتها وليتني ما جيتها. قالت وش جايبك؟ قال وأعلمها العلم. قال وتقوم أمي في هالشارع تصيح وتمسك راسها مثل المجنونة. قالت تدري؟ قلت نعم. قالت شيل الأغراض. قال وأشيل بسطتها وحطها في السيارة. قالت روح من البيت الجار لعله عسى. قالوا نجي بيت جارنا يقول في راس الشارع ابو الولد المضروب. قال انا وامي وندق الباب، قلنا لعله عسى ان شاء الله يقول يقدر امي. يقول امي بكوتها وحالتها. قال يوم طلع علينا مثل الاسد الكاسر. قال وش جايبكم؟ لكم وجيه تجوني تضربون ولدي؟ قالوا ينطلق علينا البلد محكوم وفي حكومه وفي شرع، يضرب ويكسر اسنانه، اللي ما تأدبوا هلا ولا زمانه تأدب الحكومه. يقول جات امي تبي تكلم وترجاه، قال لو فيك خير كان أدبتي ولدك ما يضرب عيال الناس. هو وين رايح؟ هذا يبي له السجن يبي له التأديب، وانا عندي خبر بضربة لولدي المرة الأولى وسكتنا وقلنا جيران وانتم ما تقدرون الجيرة. قالوا ينطلق على امي. يقول انا كظمت غيظي لا اقدر ارد عليه لا بقول ولا بفعل، موضوعنا بين يديه. يقول آخرها يقول ولا خلانا نتكلم ولا قدرني ولا قدر أمي. قالوا يدخل يصفق الباب في وجهنا. يقول أنا ما ألومه. يقول دخل. يقول أمي زاد همها هم، لا احترمنا لا قدرنا. يقولوا نرجع نركب أنا وياها بالسيارة وجيبها للبيت. قال يوم جبتها للبيت وتقعد ليلها كله تصلي وتبكي، لا نامت ولا خلتني أنام. قال يوم جاء الساعة 7 الصبح قالت تجي تصحيني. يقول يا الله إني غفيت. قالت ولدي؟ قلت نعم. قالت قم يا ولدي رح للشرطة لعله عسى أن يغير الله من حال إلى حال، ربما في شيء. يقول ربما الضابط يلقى لك حل يا ولدي، علمه بأحوالنا. قال وارجع للشرطة ولا هذا ضابط خفر البارح ما سلم. قال بشر جبت التنازل. قلت والله حصل كذا وحصل كذا والجار. قال يا ولد الحلال لا تضيع وقتك ووقتي، معاك لا بعد الظهر غيره، لا تضيع وقتك ووقتي، أنا ما عندي حل، وشوف الملف هذا هو جاهز دبر لك حل. يقول طلعت من قسم الشرطة منعمي ما أدري وين أروح، ضايقت بي الوسيعة. يقول واركب هالسيارة مكسرة وأقوم أدور في شوارع الهفوف الحسن على غير هدى. يقول يوم أخذت يقول قمت أدعي الله وابكي. يقول أملنا في هالولد راح في أخوي، كنا نبي نشوفه ضابط ولا دكتور ولا مهندس والحين بيدخل السجن. يقول يوم أخذت مع ذاك الطريق يقول ولا اللوحة الصاج اللي قدامي الحرس الوطني قيادة لواء الملك عبد العزيز الآلي. يقول وانا لف مع الخط. يقول الحرس معروفين رجال فيهم خير وفيهم شهامة وفيهم نخوة، ولا انا خيت الرجال ساق عمره وجاك. يقول وانا جايب السيارة مكسرة ذي لين جيت البوابة حقت قيادة اللواء. قالوا يطلع لي العسكري حق الشرطة العسكرية. قال يوم شافني يبكي ورجال بشواربي يا ولد عين خير ايش فيك؟ قلت انا ابغى قايدكم. قال قايدنا من قايدنا؟ قلت قايد هاللواء. قال تعرفه عندك موعد فيه؟ قلت انا ابغى قايد اللواء والموضوع بيني وبينه. قال وقف سيارتك في المواقف، يقول في مواقف عند البوابه، وجيب لي اثباتك وتعال. قال وانا اوقف سيارتي وجيه. قال اخذ اثباتي اخذ معلوماته. قالوا يدق على ضابط الشرطه العسكريه. يقول شوي لها كالضابط محضر عندنا. يقول سلم عليه وقال عين خير وش عندك؟ قلت الموضوع خاص ولا تكلم فيه الا عند قايد اللواء. قال ابشر ما يصير خاطرك الا طيب. يقول ويدق على مدير مكتب القايد. يقول اخذنا شوي. قال تفضل معي. قالوا ياخذني ويدخل مبنى القياده لين جاب مدير مكتب قايد اللواء. قال اجلس. يقول راح. يقول شوي قايد مدير مكتب قايد اللواء. قال تفضل يا اخي قايد اللواء ينتظرك.
قال يوم فكيت الباب ودخلت ولا هاك الضابط الطويل الضخم يا هيالي اللي له هيبة وله منظر وكله إشارات وكله نجوم وكله رتب. يقول أنا ما أعرف الرتب العسكرية. يقول لا ضحكته على وجهه تقول سلطان بن عبد العزيز الله يرحمه. يا سلام. قال ويهلي ويرحب. يقول مع اني رث وملابسي رثة وضعيف لكن كيف أخلاق الناس وأخلاق هالرجال. يا سلام. يقول ويهلي ويرحب. قال يوم شافني يبكي يوم دخلت عليه قلت أنا ناخيك تكفى. قال وقوم أصيح. يقول يوم راحت ضحكته من وجهه. يقول يوم تورم وجهه يوم طلعت عيونه يوم تغير شكله. قال عسى الموضوع ما هو كايد، عسى ما فيه دم، عسى ما فيه رقاب. يقول الرجال ما عاد بخوي الأول كأنه وحش كاسر. عسى الموضوع ما هو بكايد اجلس. يقول وانا اجلس قالوا يطلب لي ماء. يقول هو نفسه نشف ريقه. يقول يوم قمت انخاه وترجاه. يقول ويجيب لنا ذاك العسكري مويه وانت قهوه. قال يوم شربت الماء وتقهويت وعلمه بقصتنا من تاريخ ابوي. قال هذا موضوعك؟ قلت ايه. قال ابشر ابشر بيسرها الله. قالوا يدق التلفون على ضابط الشرطه العسكريه ومحضر عندنا. يقول ولا كتب المعلومات في ورقه. ضابط الشرطه العسكريه في قيادته اللواء له علاقات مع ضباط الشرطه المدنيه في الحسا ودائما يروح ومثل ضابط الارتباط اذا اي مشكله فرد ولا ضابط صف ولا ضابط مع الشرطه يروح ويعرف الضباط وبينهم زماله. قال تروح لي الان لشرطه الحسا وشوف لي موضوع الرجال هذا وش يقدروا يساعدونا فيه وش الحل. يقول شوي ضابط الشرطه العسكريه اتصل بقايد اللواء بالجوال. يقول أنا عنده جالس. قال ما في حل إلا التنازل، الخصوم يتنازلون والضابط ما يقصر حق القسم أخر المعاملة بعد الظهر. يقول معكم لا بعد الظهر والوجه من الوجه أبيض. قال خير. قالوا يدق على مدير مكتبه قال نادي للضابط فلان. يقول يوم دخل علينا ذاك الضابط الشايب اللي هذا كبر لحيته. يقول من وجهه عرفت أن هذا مفاوض رقم واحد. يا سلام. لأن القضية يبي لها فن المفاوضات والأخذ والعطاء. يقول قال شوف تروح لإسكان بن جبر الخيري وهذا رقم البيت وهذا اسم الرجال والقصة كذا بالتفصيل وبيك تفاوض معه شوف وش يبغى عشان يتنازل. قال بشر طال عمرك. يقول شوي يكلم علينا بالجوال على قايد اللواء. ها بشر. قال والله جيت الرجل ودقيت عليه الباب ويوم شافني ضابط رسمي قدرني. وهذه طبيعة الناس تقدر الرجل العسكري وتقدر الرجل اللي رتبه وتقدره أيضا ما هو رتبته وبدلته بس لتعامله وأخلاقه ودينه يزيدها. يقول الرجال دخلني في المجلس طال عمرك وقهواني وعنده طلبين يتنازل. قال وش يبغى؟ قال يقول يبغى 20,000 ريال. قال أيوة. والطلب الثاني؟ قال الطلب الثاني يقول ولده هذا اللي في المستشفى أشغله بالمشاكل يبغى يوظفه عسكري في اللواء في الحسا في الحرس الوطني. زين. قال الطلب الثاني يبشر ويبشر لكن نبغى يراعينا في 20. قال والله يا طول عمره حاولت معه وعين. قال فكر شوي قايد اللواء قال اسمع يا فلان. قال نعم. قال خلك عنده وانا جايك بنفسي هالحين. قايد اللواء. يا سلام. قالوا ياخذني بيدي. قال ركبني في سيارته ويطلع مع البوابه وعلى الاسكان. بعدين تلعبوه صغير الاسكان قريب من قياده الحرس الوطني. يقول انا ماني مصدق انا انسان ضعيف مسكين رث ما وراي شيء وهالرجال بنفسه يقول قايد اللواء الضابط اللي يامر له على آلاف الرجال يقول بنفسي بسيارتي معه هوك السيارة الفخمة ولا أجهزة ولا ناتن. يقول يوم جينا عند بيت جارنا قال شف لا جيت تسلم عليه انقز وحب راسه ولا تكلم ولا كلمة لا قليل ولا كثير حتى لو يخطي عليك لا ترد عليه واترك الكلام لي. قلت ابشر طال عمرك. يقول والله يوم شاف قايد اللواء بنفسه جاي جارنا يقول هلا ورحب ولا ما هو خوينا أمس اللي يسبنا ويتكلم علي أنا وأمي يقول وجه ثاني. يقول والله ويقهوينا قالوا يبدل بالكلام قايد اللواء ولا كلام فصيح قوي معزز بالآيات القرآنية وبالأحاديث حق الجار على الجار والكرم وأن الرجال تتنازل عن رقاب ما هي بسنان. يقول ولا والله يوم جارنا يقول استحى وخجله. قال اسمع يا قايد اللواء والله عشان جيتك والله اني ودي اتنازل عنها كلها 20 لكن والله جابك الله انا رجال محتد وابغى لي 10,000 وظروفي صعبه ايضا الجار فقير في هالسكن انا ظروفي صعبه وانا بحاجه 10,000 طارئه ضروري الان وبنزل 10 انا بحاجه 10 وابغى هالولد اللي يشغلني ولا لقينا له وظيفه توظفونه في الحرس الوطني. قال قايد اللواء بشرب 10
وبيض الله وجهك وتجيك هالحين، والولد بكرة بعطيك جوالي الخاص، وبكرة تجهز ملف الولد، وإن بغيت تجيني وتقهوى عندي وتسعدني بالزيارة بعلم البوابة ولا ترسل واحد من طرفك. يا سلام. وابشر بنكتب لشؤون الأفراد وبوصي عليه وبنتابع معاملة تجنيده في الحرس، وبإذن الله بإذن الله أعينه في الحساء عندنا، في الحساء عندك، وبوصي عليه. قال ابشر. قال قايد اللواء الضابط اللي جالس في مجلس الجار اركب سيارتك وراي. قال أنا قاعد في السيارة ماني مصدق. قالوا يجي قايد اللواء وينزل عند ماكينة الصراف يقول معه بطاقتين رصيدين. قالوا يسحب 10,000 ويعطيها للضابط. قال ترجع وتاخذ الجار على مركز الشرطة يكتب تنازله وعطى 10,000. يقول والله ونرجع قيادة اللواء شوي للضابط يكلمنا. قال أبشرك الجار تنازل عند الشرطة وعطيته 10,000، ويقولون الشرطة أخوه يجينا يكتب كفالة ويستلم أخوه. يقول لا إله إلا الله تيسرت. قال حنا بذا الكلام ولا مدير مكتب القايد يوم دق عليه قال عندنا فيه مدير شركة حراسات أمنية، يقول حسب ما فهمت إن فيه شركة للأجانب، أن الأجانب مسؤول عنها الحرس الوطني في الحسا الحراسة والدوريات. يقول هذا من الخارج الحرس الوطني، من الداخل مستلم السكن هذا شركة حراسات أمنية من الداخل. يقول وهذا مديرها جاي عنده اجتماع مع قايد اللواء وينسق معه. قال يوم دخل علينا رجل هاك الأعمال مدير الشركة، يقولوا بينهم سلام، يقول ودارة القهوة قال قايد اللواء لرجل الأعمال مدير الشركة الأمنية الرجل هذا غالي علي وعزيز عندي وبيله وظيفة عندك في الشركة. قال مدير الشركة وش دراك يا طويل العمر، أنا بحاجة لأفراد اليوم يجيني اليوم يستلم العمل في الشركة، نبغى رجال أمن سكيورتي. يا سلام. قال ياخذ مدير قايد اللواء ويدخلون في صالة اجتماعات في المختصر. المهم يقول شوي راح مدير الشركة قالوا يمسكني قايد اللواء، قال تطلع من عندي هالحين. يقول حنا أولا جالسين عندهم تدق علي وقلت له أمي تبغاك. قال لا تكلمني ولا أبغى هذا الحين بعدين. قال تطلع من عندي الآن وتكلم أمك وتبشرها جميع ما حصل عشان ترتاح وتركب سيارتك وعلى الشرطة توقع الكفالة وتمسك أخوك هذا بإذنه، ترى ما كل مرة تجي سلامات. صحيح. خليه يخلص الثانوي والله يستر عليه وتنزله في البيت عند أمك وعلى الشركة حار بحار وتستلم عملك. قال وانا اجي بحب راسه عيا، جيت بحب يده عيا. قال انا ما ابغى الا منك خدمه. يقول قايد اللواء للرجل ابغى منك خدمه. قال وش تبغى؟ وش اسوي لك؟ وش عندي؟ يقول والله لو يطلب عيوني لا اعطيه. قال انا ما ابغاك الا تدعي لي بس. يقول لا اله الا الله. يقول واطلع واركب سيارتي. تلوموني في الحرس الوطني هذول رجال عبد الله بن عبد العزيز، وتلوموني في العسكريين ودولتنا وشهامتنا يا العرب. اللهم لك الحمد. الله يزيد فعل المعروف والمراجل. من القائد منهم وش اسمه وقسمه منه؟ انا اتصلت على قايد اللواء متقاعد الان وعرفته واتصلت عليه ابغى زياده تفاصيل. واستحلفني بالله اني ما اجيب اسمه، الرجل متقاعد لكنه معروف في الحسا وطيبه ومكسره ومعدنه مع كل صغير وكبير. يا سلام. الله يمد في عمره ويمتعه. والطيب يا ابو راكان ما بس رضعني على ما قال في كل مكان. نعم. وكل فيه خير.